اخوان، تحياتي لكم. في اطار معلومه وافاده، هذا المنتوج هذا اللي كتشوفوا معنا هنا في الصوره غادي نتحدثوا عليه وغادي تعرفوا ولاش كيليق. منتوج طبيعي 100%. بلا ما نطول عليكم اجيو تشوفوا ولاش كيليق. منتوج خل التفاح اللي كيجينا من التعاونيه. المنتوج 100% طبيعي وبدون مواد حافظه. كاين بزاف ديال لي مارك ديال هاد خل التفاح، وكاين غير اللي فيهم غير الماء والزغاريت. هادشي الاخوان كيكون تقليد، الحاجه لا ما كنتيش عارفها ومجربها ما تقدرش تنصح بها واحد اخر. كما جربنا هاد خل التفاح والكثير ديال المواليع اللي كيتقداوه من عند التعاونيه، قررنا اننا نوصلوا لكم المنتوج الاوريجينال اللي هو هذا كيبان لكم قدامكم. منتوج خل التفاح. خل التفاح القرعه كيكون فيها اطرو. غادي نوريكم الميزات ديال خل التفاح ولاش كيليق والعلاجات اللي كيعالج بها هاد خل التفاح واللي كيكون افيكاس. خل التفاح يساعد بشكل كبير في القضاء على الفطريات الداخلية للحمام، كما يساعد في القضاء على الفاشي الأحمر هو اللي كتشوفوا معنا دابا في الصورة، كما يساعد بشكل كبير في إذابة الشحوم المتراكمة والدهون الزائدة، وبالإضافة إعطاء الجسم الفيتامينات والأنزيمات الهامة مثل فيتامينات بي أ سي و أ، بالإضافة إلى الأملاح الطبيعية والضرورية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكثير من العناصر الهامة. خل التفاح هو مادة طبيعية ونقية وفعالة تساعد في تقوية الجهاز المناعة للحمام ولباقي الطيور بشكل عام. ثانيا، خل التفاح هو مصدر أساسي ومثالي للحوامض العضوية والتي تساعد بشكل كبير في عملية الهضم للحمام. زائد هذا الشيء، خل التفاح يطهر الماء وحويصلات الحمام اللي هي الحنقورة ديال الحمامة، وكيقتل البكتيريا المعوية الضارة، ويساعد بشكل كبير بمنع انتشار مرض السالمونيلا في الحمام اللي كيعانيو منه بزاف ديال المواليد. بقاو معنا باش نوريكم طريقه استعمال خل التفاح باش نكملوا لكم النصائح والفوائد ديال هذا المنتوج. مرض الكوليزا او مرض لاباراسبيراتوار اللي كيخلي الانف ديال الحمامه انه كيبقى يسيل، وكيخلي العينين ديال الحمامه انهم كيبقاو يدمعوا. طريقه جد سهله، كناخذوا 3 ديال القطرات، كنديروا قطره في العين اليمنيه، قطره في العين اليسريه، قطره في الفم لمدة 3 أيام. وهاد الطريقة مجربة من عند مواليع كبار ومن عند الناس اللي سابقيننا في الدومين، وباش تهنى حتى من لي بارازيت ديال الحمام، الحشرات اللي كتكون فوق الريش ديال الحمام. كتاخد معلقة كبيرة من هاد المنتوج وكديرها في اطرو ديال الماء، وكتاخد رشاشة وكتبدا ترش على الحمام ديالك وتحطو في الشمس. وهاد المنتوج يقدر حتى الحمام يشربو. انك كدير معلقة ديال هاد القنينة في اطرو ديال الماء ال2 المرات في الاسبوع، اللي كيعطي مناعه قويه للحمام وكيبعد عليك جميع الامراض. وزائد هذا الشيء، خل التفاح يطهر الجيوب الانفيه للحمام، فحين يشرب الحمام من خل التفاح يدخل انفه، مما يساعد على تطهير الجيوب الانفيه بشكل فعال عند الشرب من الماء. وزائد هذا الشيء، خل التفاح كيمنع بشكل كبير من انتقال الامراض العضويه بين الحمام، لانه كيعقم الحمام وكيعقم حتى الماء. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش المعلومات كلها تفيد جميع المواليع. وشكرا لكم ومرحبا بكم.